ما خليتي ضربتي، ما خليتي غوتي، ما خليتي حزرتي، خليتي عاقبتي، درتي سوايع، درتي الدعم، جلستي حداه باش يقرا، حتى شي حاجه ما جابتك النتيجه. تصنتي ليا مزيان. وإلا عجبك الفيديو خلي لي واحد شكرا صغيره في التعليق وبارطاجيه، راه بزاف محتاجين ليه. جميع الوالدين تقريبا الا سولتيهم المصيبه الكبيره والمشكل الكبير اللي كيعانيو مع وليداتهم غادي يقول لك هو فرط الحركه وتشتت الانتباه والتركيز. وباش تعرف تحل هذه المشكله مع ولدك خاصك تعرف الاسباب الرئيسيه المسؤوله على هذا المشكل. تبع معايا حتى الاخر ديال الفيديو، السبب الاخير يمكن يصدمك ويمكن عمره ما طاح لك على البال. اول حاجه خاصك بعدا تبدا تميز ولدك ولا بنتك واش فقط مشطول ولا المشكل راه اضطراب. وكنهضروا هنا على متلازمات لو تي دي ا اش، والوحيد اللي يقدر يدير لك لو تيست هو الطبيب المختص لو نورو بسيكولوج. من بعد ما كتبدا تبان لك واحد العلامات اللي هي ماشي طبيعيه، مثلا ولدك ولا بنتك هو الاخر كينعس هو الاول كيفيق، ما كيقدرش يسمع ويتصنت لك مزيان داكشي اللي كطلبو، وحتى الا بدا كيدير المهام ديالو كيديرها بواحد الثقاله حتى كتقول اللهم نديرها انا ولا نخليه يكملها. هنا كتبدا تعرف الامر بدا كيخرج على السيطره، ومن الاحسن تطمئن باش الامور تكون سلسه. ثاني حاجه خاصك تعرف هاد المشكله كيفاش بدات من الاول. بدات مع المراه الحامله. غتفكري بانك كنتي التليفون ما كتحطيش الفيديوهات والواتساب ومواقع التواصل الاجتماعي. فاش ولدتي وبديتي كترضعي كتزقي الوليد ولا البنيه بالمخده واليد الاخرى شاده فيها التليفون، وملي بدا الوليد كيتحرك وباش تقدري تقضي شغالاتك وتشقي على خاطرك كتولي كتسكتي بالتليفون واللوحه الالكترونيه، وحيت كيشوف جميع افراد البيت كل واحد ملهي بتليفونه حتى هو ما كيبقاش يسكت حتى كتمديه ليه. وهنا فين كيبدا ياثر عليه فكيتشتت ليه الانتباه وكيزيد عنده مشكل الحركه. المشكل اللي غادي يقدر يصدمك وهو السقاطه. الفانيد والحلويات ولي بونبون ولي بسكوي راه مشكل كبير ومسؤولين بدرجه كبيره على هادشي اللي ولينا كنقاسيوه مع وليداتنا. راه عرفتي فاش كتعطي الكوتي الوليد فيه شي حاجه اللي مسكره بزاف طلع عليه البيك ديال الانسولين لواحد الدرجه غير طبيعيه، وهذا الشيء هو اللي كيخليه توربيلون كيتحرك النهار كامل. والطامه لانه السكريات سريعه كيعاود ينزل، فالطفل عاوتاني كيبدا يطلب منك حويجات اخرين حلوين تعطيهم ليه، وهنا كيدخل في متاهه الادمان على الشكلاط وعلى الحلويات. ما كيبقاش يبغي لك لا طويجين ولا خضيره ولا كسيكسو، الشيء اللي كيزيد يكمل عليه في هذاك المشكل اللي هو فيه.